السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بيكم. وصلنا للشابتر رقم 2 أو الفصل الثاني من كتاب ماي سيستم لإيرين نيمزوفيتش. في البداية متنسوش الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم قبل ما نبتدي في أي حاجة. المهم، آه الفصل الثاني بيتكلم فيه نيمزوفيتش عن الأوبن فايلز أو الأعمدة المفتوحة. طيب يعني إيه أعمدة مفتوحة؟ عشان بس نبقى إحنا موضحين النقطة. لو انت مثلا بتلعب ابيض وعندك رخ على العمود ده، فالرخ دي ماسكه العمود بتاع الدي اللي هو العمود ده كله، فده في الوقت ده اسمه عمود مفتوح. اوكي، يعني مثلا هنفترض مثلا ان البيضه ده مش موجود في المكان ده او وات ايفر، يعني ايا كان. المهم ده بالنسبه للرخ دي اسمه عمود. كذلك برضو مثلا فايل الدي بالنسبه للوزير ده اسمه عمود. اوكي، لو افترضنا ان البدء ده مش موجود والبدء ده مش موجود والوزير ده مش موجود، بالتالي العمود كله بالنسبة للوزير هو عمود مفتوح، او للرخ لو كل القطع دي مش موجودة اوبن فايل او عمود مفتوح مثلا. يعني مثلا الرخ دي في الموقع ده بالنسبة لها العمود ده كله عمود مفتوح. طيب لو في مثلا على سبيل المثال بيدق هنا، اوكي، او حصان مثلا هنا او ايا كان، بالتالي بيبقى اسمه في الحالة ديت سيمي اوبن فايل. سيمي اوبن فايل يعني عمود شبه مفتوح او عمود نصف مفتوح. اوكي، طبعا مش شرط الدي او الاي ايا كان العمود، يعني مثلا بالنسبة للرخ ده سيمي اوبن فايل، لان في بيدا واقف في ال H7 هنا، فما يعتبرش العمود كله مفتوح بالنسبة للرخ، فبنعتبره سيمي اوبن فايل. المهم، نيمزوفيتش بيتكلم عن الاوبن فايلز في الفصل دوت. هو هنا بيبتدي بيه يعني introductory general consideration and some definitions. بيتكلم عن بعض المفاهيم والمصطلحات الخاصة بالاوبن فايلز يعني. المهم، الملخص كله بعد الكلام الكتير أوي اللي قاله ده بيقول لك ايه بقى. لو بصيت في الدياجرام اللي هو حاطه تحت ده، بس هو يعني صغير أوي مش واضح، خلينا نشرح هنا أفضل. بيقول لك انه الهدف من الاوبن فايلز في النهايه، انا يعني هو ليه بيشرح لك الاوبن فايلز؟ عشان يقول لك انه احنا من ورا الاوبن فايلز دي او العواميد المفتوحه دي عايزين نوصل لحاجه معينه. ايه بقى هي الحاجه دي؟ اللي هي occupation of the seventh and or eighth rank، ان احنا نحتل الصف. لو احنا مثلا بنلعب بالابيض نحتل الصف السابع والثامن. اوكي، او لو احنا بنلعب بالاسود نحتل الصف الاول والتاني، اللي هم بالنسبه لنا احنا كاسود الصف السابع والثامن. هو ده الهدف من الاوبن فايلز، ان انت توصل بالرخين تحديدا او الوزير. ولكن كلمه اوبن فايل دايما تحسها في الشطرنج بيتشرح على الرخاخ اكتر يعني، ولكن طبعا الوزير ممكن يؤدي نفس الدور. ان انت توصل، خلينا نقول، بالرخاخ بتاعتك للصف السابع والثامن. واصلا في الوضع ده عامه في الشطرنج الرخ في الصف السابع او الثامن بتبقى في اقوى وضع ليها، ده بشكل عام. تعالوا بقى نشوف نيمزوفيتش في الجزئيه اللي بعدها بيقول لنا ايه. A file is said to be open for the rook when no pawn of his is in it. بيقول لك انه خلينا هنا، ده الدياجرام اللي رسمه لنا نيمزوفيتش، انا حطيته لكم هنا. فبيقول لك انه الفايل يعتبر مفتوح بالنسبة للروك لو مفيش بيدق أو قطعة، أوكي، من نفس لون الروك. يعني لو أنت بتلعب أبيض والروك هنا موجودة مثلا ومفيش قدامها بيدق تاني لونه أبيض، يعني مثلا هو عايز يقول لك لو في بيدق هنا لونه أبيض، أوكي، بالتالي العمود ده اتقفل بالنسبة للروك. لو البيدق ده مش موجود وبالتالي العمود يعتبر مفتوح بالنسبة للروك. هتقول ايه ده؟ طب ما هو في بيدق لونه اسود. تعالى بقى نبص على الكلام اللي هيقوله نيمزوفيتش دلوقتي عشان نفهم اكتر الجزئية دي. فبيقول ايه نيمزوفيتش؟ This definition implies، المفهوم ده بيطبق، that in deciding whether a file is open or closed، علشان نحدد إذا كان الفايل بالنسبة للروك بتاعنا مفتوح أو مغلق، we are not considered with the question
احنا مش بنهتم بالسؤال whether إما that file gives an avenue of attack on unoccupied peaceful points or on living enemy pieces as a rule pawns. يعني ايه؟ بيقول لك ان احنا مش بنبص علشان نحدد اذا كان الفايل مفتوح بالنسبه للروك بتاعتنا ولا لا، اذا كان المربع ده مثلا فاضي اساسا ولا عليه قطعه as a rule pawns اللي هي غالبا بتبقى بون، يعني في الصف السابع او الثامن، او في الصف السابع، مفيش بون في الصف الثامن، في الصف السابع. فبيقول لك انه انت مش بتهتم اذا كان القطعه دي او المربع ده فاضي او عليه بون، مش دي النقطه. طب ليه؟ هنفهم. اوكي. there is in fact no fundamental difference، مفيش فرق جوهري في الحقيقه between play، ما بين اللعب against a piece or against a point. هو بيقول لك انه انت وانت بتلعب بالروك دي against a piece يعني ضد قطعه عند الخصم، او ضد بوينت لو افترضنا ان المربع ده اللي هو البي 7 فاضي، مفيش فرق بين الحاجتين دول. let us، تعالوا for example imagine a white rock، انا هنا كتبت لكم المثال on h1، روك على ال h1. اوكي. black king on g8 and a black pawn on h7. اوكي. اوكي مفيش هنا روك هنا. المهم فبيقول لك white is attacking the pawn on h7، بيقول لك انه الروك دي بتهاجم البيدق اللي على ال h7. اوكي. suppose the pawn were removed، بيقول لك بقى ايه؟ طب تعالى نفترض ان البيدق ده مش موجود. بص بقى، suppose the pawn were removed white still attacks the point h7. بيقول لك انه حتى لو البيدق مش موجود still القلعة بتهاجم مربع ال h7 which he wishes to conquer، اللي هو عايز يغزوه، عايز يوصل له. اوكي. فبيقول لك ايه بعد كده؟ in either case، في كلتا الحالتين، سواء الحالة ديت او الحالة ديت، he will attempt with the further material which he has at command. بيقول لك انه الابيض هيحاول بالماتيريال اللي معاه، القطع اللي معاه يعني، to establish a preponderance at h7، ان هو هيحاول ان هو يوصل بقطع اكثر او باغلبيه، يعني باكثريه من القطع بتاعته على ال h7 اللي هو ايه؟ المربع ده، يوصل بالروك يعني هنا على المربع ده. ولاحظ ان هو قال لك سواء كان في بيدق او مفيش بيدق، سواء كان في قطع او المربع فاضي، ستيل هو عايز يوصل الابيض للصف السابع. ده الهدف اصلا اللي احنا بنشرح منه ده كله، فكره الاوبن فايلز، وليه اصلا احنا بنسيطر على الاوبن فايلز to bring up more pieces to the attack of this point، عشان يقدر يوصل بقطع اكتر زي ما قلنا للبوينت دي then the defense can command، اكتر من اللي الاسود يقدر يدافع بيها عن مربع ال h7. having succeeded in doing this، لو الابيض نجح في ده، he will ultimately play either rook h7 او اللي هو rook x h7. بيقول لك ان هو بمجرد ما يكون متاح بالنسبه له ان هو يوصل للصف السابع ده، فهو هياكل البيدق الموجود هنا as the case may be، ايا كان بقى فيه بيدق او مفيش يعني. that is to say our procedure دي يعني السيستم بتاعنا او البروسيجر اللي هي اللي عارفين الايه، زي بروسيس كده، يعني النظام بتاعنا يعني is the same whether we are attacking the point h7 or black pawn at the point. ملخص بقى عشان هو عمال يعيد ويزيد في نفس الكلام، انه من الاخر بيقول لك ان انت بتحاول ان انت توصل بالروك بتاعتك لمربع ال h7، او ان انت من الاخر تغزو الصفين دول كابيض اللي هم الصف السابع والثامن، ولو اسود العكس. بعد كده بيقول لك for the measure of the mobility of the pawn will be reduced to nothing. بيقول لك انه في الوقت ده انت حضرتك لما توصل بالروك بتاعتك هنا، الباقي دي مش هيبقى ليها لازمه،
والقوة الهجومية بتاعتها أو إنها تنقي أو كده مش هيبقى ليها لازمة، لأن طبعا الروك هتقدر تاكلهم بكل سهولة. since every object of attack must be made as nearly immobile as possible. المهم يعني إن الروك دي هتقدر إن هي تحجمهم من إن هم يعملوا أي حاجة ضدك يعني. ده المفهوم العام اللي عايز يوصله لك نيمزوفيتش في بداية الشابتر التاني. ليه مهم إنك أنت حضرتك تسيطر على الأوبن فايلز، وإيه الهدف من إنك تسيطر على الأوبن فايلز بإنك تحتل الصف السابع والثامن بالرخاخ بتاعتك، عشان من الآخر كده تحجم قابلية الخصم إنه يلعب ضدك أو يعمل عليك كاونتر أتاك، خاصة بالبيادق، وإنه مفيش فرق سواء في بيدق أو مفيش، في النهاية إحنا عايزين نحتل المربعات ديت. ويلا بينا دلوقتي ندخل على الجزئية اللي بعدها. بيقولك إيه؟ The genesis of open files by peaceful means by assault the objective. بيقولك إن إحنا دلوقتي هندخل على تحليل الأعمدة المفتوحة by peaceful means يعني بالطرق السلمية، by assault يعني بالاعتداء أو بالعدوان، والهدف يعني هو بيقولك كده. From the definition of an open file, it follows that a file will be opened by the disappearance of one of our own pawns. بيقولك إنه تعريف الأوبن فايلز أو العمود المفتوح هو disappearance. كلمة disappearance يعني الاختفاء of one of our pawns، لما بيختفي بيدق من عندنا إحنا، دي من وجهة نظر نيمزوفيتش، بيكون ده معناه إن الفايل بتاع القطعة اللي ورا البيدق اتفتح. طيب تعالوا ناخد مثال سريع على الكلام ده عشان نفهمه أكتر. يعني أنت مثلا لعبت بيدق وزير، قام خصمك لعب كده وقمت أنت أكلت مثلا البيدق ده، بقى اوبن فايل او سيمي اوبن فايل بالنسبه للوزير. لو حطيت رخ هنا يبقى اوبن فايل او سيمي اوبن فايل بالنسبه للرخ، وهكذا. اوكي. This disappearance الاختفاء اللي حصل للبيدق ده من على المربع ده will be brought about peacefully if the enemy feels it incumbent on himself to exchange one of our. بيقول لك يعني انه الاختفاء اللي حصل ده ممكن يحصل عن peacefully يعني بطريقه سلميه، انه خصمك هو اللي ياكل البيدق. مثلا لو افترضنا ان انت مثلا لعبت كده، اما هو واكل البيدق وقمت انت اكلت، فبقى العمود مفتوح بالنسبه للوزير. فبيقول لك ان ده الطريقه السلميه، ان خصمك هو اللي ياكل او يضطر ان هو ياكل البيدق، وبالتالي العمود اتفتح. because centrally علشان مركزيا، او هو هنا دلوقتي بيتكلم على المركز، posted pieces القطع اللي في المركز and the recapture is made by a pawn. هو عايز يقول لك ايه في النقطة دي تحديدا ومديك هنا مثال عليها. عايز يقول لك انه بالنسبة للمركز، للمربعات المركزية، دايما الاكستشينج عليها او التبادل او التكسير بيحصل من خلال البيادق. اوكي. we must here stress the word central. اوكي. لازم هنا نركز على كلمة central او مركزي. for it will be only seldom عشان هو نادرا and never in the opening، لأنه من النادر جدا وشبه المستحيل يعني أن never in the opening في الافتتاح that you will be able to force your opponent to open a file by exchange of piece which you have posted on a flank. طيب هو بيقول لك إيه؟ بيقول لك إنه نادرا في الافتتاح إنك تجبر خصمك على إن هو يكسر قطعة، مثلا زي مثلا القطعة دي البيدق ده أو البيدق ده مثلا لو كان هنا. بيقولك إنه صعب إن أنت تجبر خصمك إن هو يكسر قطعة على الجانب من الرقعة on a flank يعني جانبيا أو بعيد عن السنترال بتاع الرقعة. أوكي. وبالتالي يبقى هو فتح لك بيها الأوبن فايل. هو عايز يوصل لك إنه غالبا الأوبن فايلز بتتفتح في مركز الرقعة في المربعات دي. You will gain your object much more quickly. انت هتوصل لهدفك بسرعة. ايه هو الهدف؟ فتح عواميد open files if it's centrally posted، لو انت بتتحرك ناحية الوسط او لو قطعك منتشرة في الوسط. وده اصلا المفروض ان احنا بنعمله في بداية اي ماتش شطرنج، ان احنا نوصل للوسط او نسيطر على الوسط. For pieces thus established in the middle of the board، بيقولك بالنسبة للقطع المتمركزة في وسط الرقعة and exercising their influence in all directions، وبتمارس تأثيرها في كل الاتجاهات.
are those which will be exchanged. هم دول اللي هيتم تبادلهم. طيب ايه ملخص الكلام ده كله؟ بيقولك ببساطة ان حضرتك لما بتنتشر وتركز اكتر ان انت تحتل السنتر، وده اصلا اللي هو شرحه لنا في البداية خالص في الفصل الاول، هيبقى عندك فرصة اكبر بكتير انك انت تعمل تبادل للقطع، وبالتالي تحصل على أعمدة مفتوحة في السنتر، سواء بقى في المربع ده أو في المربع ده مثلا بعد التبييت هنا أو هنا. بيبقى أسهل إنك تحصل على عواميد مفتوحة في المربعات ديت، أسهل بكتير من لو أنت حاولت تحصل عليهم أو توصل لهم من خلال المربعات الجانبية، سواء دي سواء دي. يعني كل ده يقصد بيها هو المربعات الجانبية. أتمنى تكون الفكرة واضحة. وبعدين هنا نيمزوفيتش بيدينا مثال من مباراة ل أليخين. اوكي، بس هو مش موضح اصلا اذا كان اليخين بيلعب ابيض ولا اسود، هو داخل في الجيم على طول. المهم يعني بيقول انه الوايت هنا a position from the game توماس اليخين في مكان اسمه بادن بادن، دي مكان في المانيا سنه 1925. المهم وايت تو موف، ان الابيض هو اللي عليه اللعب. Black's knight are centrally posted. طيب هو الدايجرام هنا موضح فيه الشكل، انا حاطه لك هنا اهو. بيقول لك انه الحصان ده بالنسبه للاسود، طبعا هو شايف ان هو حصان، اليخين بيقولوا ان هو حصان جامد جدا عشان هو في السنترال او سنترال بوست. هو كمان بيتكلم على التو بلاك نايتس اعتقد، يعني بيتكلم على الحصانين الاثنين في السنتر، ان هو بيقول هنا ار فده معناه ان جمع، فبيتكلم عن الحصانين. and white finds himself forced to exchange them. وان الابيض شايف ان هو مضطر ان هو exchange them، يعني يكسرهم، يكسر الحصانين دول في الحصانين بتوعه. so NX D4 الحصان هياكل على ال D4. CX D4 البيدق هياكل. بص هنا بيقول لك ايه؟ opening the file C. نيمزوفيتش شايف انه بعد التبادل اللي حصل ده، فايل السي ده اتفتح. الفايل ده او العمود ده اصبح عمود مفتوح. and after the further moves، بعد النقلات الجايه، النايت هياكل على الدي 5. النايت هياكل على الدي 5، كوين دي 5، بيشوب اف 3، طالب الكوين. الكوين هتتراجع على البي 7، هياكل الفيل اللي على البي 7، الكوين هتاكل تاني. بيقول لك ايه بقى؟ the significance. كلمة significance يعني الأهمية أو المدلول أو الشيء الملاحظ يعني. the significance of this file is considerable يعني مثير للاهتمام، شيء محتاج إن احنا نهتم بيه. بيقول لك إنه بعد التبادل اللي حصل ده، فايل السي ده بقى فايل مهم جدا. there followed C4، بيلعب البيدق في السي 4، وبعد بيدق على السي 4 دي اكس سي 3، يعني الاسود بياكل البيدق ده بالمرور. بيبقى الوضع زي ما انت شايف بالظبط دلوقتي. بعدين هنا بيقول لك اون سي 2، البيدق لما كان هنا، البيدق ده لما كان هنا في الاول على السي 2 قبل ما يدفع للسي 4، the pawn would have been untenable، يعني هيبقى صعب الدفاع عنه وهو في المركز ده. عشان كده الابيض كان مضطر ان هو يدفعه من هنا لهنا حتى لو هيتاكل بالمرور، عشان كده كده كان هيروح مجانا. بعد كده بيقول لك with play in both files، يعني بعد ما الابيض هياكل هنا bx c3، بالتالي الفايل ده بقى فايل مفتوح، والفايل بتاع الوزير برضو بقى فايل مفتوح. بيقول لك therefore، ولذلك post your pieces centrally، حط قطعك في المركز as long as you can do safely، لو تقدر تعمل كده وانت يعني وضعك آمن. وبالتالي thus will your opponent be provoked into an exchange، ده هيستفز خصمك ان هو يكسر قطع معاك which will give you an open file. انت لما تلعب في المركز وتركز على انك تنتشر بقطعك في المركز، ده بيستفز خصمك ان هو يكسر قطع معاك زي ما شفنا اللي حصل هنا، وبالتالي ده بيديك الاوبن فايلز انك انت اللي تلعب عليها. ده الهدف من اللي عايز يشرحه لنا نيمزوفيتش. طيب خلينا بقى دلوقتي نلخص الحلقة دي، لأنها عارف إنها كانت حلقة شوية تقيلة ومليانة أمثلة متقدمة شوية. بكل بساطة إحنا اتكلمنا في بداية الحلقة عن إيه؟ عن الأوبن فايلز، الأعمدة المفتوحة. زي مثلا لما لعبنا كده في كده فقلنا إن ده كده
عمود مفتوح بالنسبة للوزير، وقُلنا إن إحنا بنحاول إن إحنا نحتل بالرخاخ بتاعتنا، الرخام بتوعنا، الصف السابع والصف التامن، أو لو بتلعب أسود العكس، إنك توصل بالرخاخ تحديدًا للصفوف الأخيرة عند خصمك. وبعدين اتكلمنا أو نيمزوفيتش ادانا مثال على إنه البيدق لمّا بيبقى واقف في طريقك أنت، يعني البيدق ده مثلًا لمّا كان واقف هنا، لو افترضنا مثلًا إن الأسود لاعب مثلًا إيه، لاعب كده يا سيدي، بالتالي البيدق ده واقف في طريق الوزير بتاعك، وبالتالي العمود بالنسبة لك أنت عمود مُغلق. بعدين دخل نيمزوفيتش وادانا مثال حي من مباراة اتلعبت أو لعبها توماس أليخين، وأنا تيقنت كده في الآخر إنه تقريبًا أليخين اللي كان بيلعب بالأبيض، لإن هو اللي يعني أخد الأعمدة المفتوحة، وأكيد أليخين غالبًا هو اللي كسب الماتش. المهم يعني، فادّى لك مثال وقال لك إنك أنت بسيطرتك على المركز، أنت لمّا بتسيطر على المركز بتجبر خصمك إن هو يكسّر القطع اللي في المركز، عشان هو عايز يستعيد السيطرة، وبالتالي بيفتح لك أنت العواميد. ووراك آخر حاجة خالص لمّا قُلنا لمّا كان البيدق الأسود موجود هنا، وبعدين كان في بيدق هنا وقام هو أكله بالمرور ومش عارف إيه، هو كان هنا تحديدًا، هو قام آكل بالمرور، الوضع بقى عامل كده، فأنت اضطريته إن هو يكسّر، فقُمت أنت كأبيض مثلًا واكل البيدق هنا، وبالتالي مثلًا نفترض إن هو لعب أي حاجة لعب كده، أنت اللي مسيطر دلوقتي، أو أنت اللي عندك الأعمدة المفتوحة. ده ملخص بسيط للحلقة، عشان عارف إنها كانت حلقة شوية صعبة، وأتمنى تكون استفدت. في النهاية انتظر، عشان أنا لسه هانزّل حلقات جديدة لباقي السلسلة. كتاب صعب أنا عارف، بس أهم كتاب في تاريخ الشطرنج، وأكيد هتستفيد منه، وأتمنى لو استفدت حاجة يعني تعمل لي لايك وتكومنت وتشترك في القناة، وما تنساش إنك تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وأشوفكم الحلقة الجاية.